بيبدأ الفيلم مع بنت في المرحلة الثانوية اسمها يون، وبتكون لسه راجعة من المدرسة وبتقابل مامتها كيونج، واللي بنعرف إنها صماء ومش بتعرف تتكلم. لكن يون بتكون بتعرف تتواصل مع مامتها بلغة الإشارة وبتحبها جدا، خصوصا إنهم عايشين مع بعض لوحدهم من وقت ما باباها مات. وبتكون يون في اليوم ده فرحانة جدا لأنها جابت لمامتها كل الحاجات اللي كان نفسها فيها وهي جاية من المدرسة. وبعد شوية بيروحوا على البيت هما الاتنين، وهناك بتفضل يون تدرب مامتها كيونج على الكلام، وبتقول لها إنها عايزاها تتواصل مع اللي حواليها لأن مش كل الناس بتفهم لغة الإشارة، وكده التواصل مع الناس هيكون أصعب بكتير. لكن لو اتعلمت هيكون الموضوع سهل، وخصوصا إن يوم مشغولة بين الشغل والمدرسة ومش هتكون معاها على طول علشان تترجم للناس كلامها. وكيونج فعلا بتحاول إنها تتعلم منها، لكن المشكلة إن الموضوع بيكون صعب عليها وبتبقى مش عارفة تتكلم بشكل طبيعي زيها، وده بيخليها تتضايق جدا وتحس إنها محرجة. وبتفضل كيونج تقول ليون إنها مش مبسوطة باللي هي بتعمله لأنها على طول مشغولة بين المدرسة والشغل، وهي عايزاها تسيب الشغل علشان تركز في الدراسة، وخصوصا انهم سددوا كل الفلوس اللي عليهم في الوقت ده وبقوا مش محتاجين فلوس كتير. لكن يوم بتقول لها ان الشغل مش معطلها في حاجة، وانها عارفة توازن بين المدرسة والشغل، وكمان بتعرفها انها بتحب الشغل اكتر ونفسها تتخرج علشان تقدر تشتغل بسرعة. واثناء ما هم بيتكلموا بتحس كيونج انها تعبانة ومحتاجة انها ترتاح، وخصوصا ان عندها مشاكل في الجهاز التنفسي، عشان كده بتدخل ترتاح، ويوم بتفضل معاها طول الليل وبتتابعها وبتديها الأدوية بتاعتها لحد ما بتطمن إنها بقت كويسة. وتاني يوم بتروح يون على شغلها واللي بيكون في كافيه، لكن المشكلة إنها بتكون مفهمة مامتها إنها بتروح المدرسة كل يوم وبتبعت لها صور بلبس المدرسة علشان تتأكد إنها في المدرسة وما تقلقش عليها. ومامتها في الوقت ده بتكون قاعدة في الشغل بتاعها في المشغل وبتشتغل على ماكينة خياطة، ولما بتشوف الصور بتكون فرحانة بيها جدا، وده بيخليها مش مركزة وبيعرضها لجرح في إيديها بسبب الماكينة. ولما بتوصل يون وبتشوف ايد مامتها وهي متعورة بتكون زعلانة جدا وخايفة عليها، وبتفضل تسألها لو كانت حاسة بوجع ولا لا، وبتعرض عليها انهم يروحوا يكشفوا. ومامتها بتفضل تقول لها انها مش تعبانة ولا حاجة، وانها كانت تعورة بسيطة بس لكن ما فيش حاجة تخوف. ويونج بيطمنها انه بيعامل مامتها كويس جدا وانه بيحافظ عليها. وتاني يوم بتروح يون على الشغل وبتكلم مامتها وبتقول لها انها هتتأخر في الشغل شوية، وبتطلب منها تروح على البيت هي. وفي الوقت ده بيكون يونج بيتكلم مع كيونج بسبب انه شايف انها تعبانة وبيطلب منها تروح علشان ترتاح، لكن كيونج بترفض وبتقوله انها هتخلص الشغل اللي وراها الاول وبعدين تبقى تمشي. وفي الوقت اللي هم بيتكلموا فيه ده بتكون يون بتبعت صور لمامتها علشان تطمنها عليها، ويونج بيشوف الصور دي وبيفضل باصص على الموبايل في ايد كيونج وبيحس انه معجب بيون. علشان كده بيقول لكيونج ان بنتها كبرت وبقت جميلة وبيطلب منها تجوزها له. وساعتها كيونج بتتصدم وبتقول انها شايفة لبنتها مستقبل احسن من كده وما كانتش موافقة، ولما بيطلب اكتر من مرة بتتعصب عليه وبتضربه بالقلم. وساعتها بيتضايق وبيحس انه اتهان ولازم ياخد حقه، وعلى طول بيطلع على الكافيه اللي بتشتغل فيه يون وبيدخل يقعد. ويون بتقول له انه بيتعامل مع مامتها حلو علشان كده هي لازم ترد له اللي بيعمله، وبتعرفه انه كل المشاريب اللي هيطلبها النهارده هتكون على حسابها هي. وفعلا بيقعد وبيشرب، وبعد ما بيخلص بيقوم يمشي، لكنه بيكون مش قادر يشيل يون من دماغه ولا يشيل القلم اللي ضربته بسببه. وبعد شوية بيستنى الوقت متأخر من الليل وبيراقب يون وهي خارجة من الشغل وبيفضل ماشي وراها، وده بيخلي يون تقلق وتكون خايفة، خصوصا انها ماشية في وقت متأخر من الليل ومش عارفة مين اللي ممكن يكون ماشي وراها. عشان كده ساعتها بتاخد قرار انها تجري، لكن يونج بيفضل يجري وراها لحد ما بيمسكها، لكن في النهاية بينجح يونج انه يعتدي عليها. وفي نفس الوقت ده بتكون كيونج خرجت من البيت وبتدور على بنتها لانها قلقت عليها جدا لانها اتأخرت ومش بترد على الموبايل. ولما بتتصل بيها بيرد عليها يونج وبيقول لها اللي عمله في بنتها، ولما بتقرب كيونج بيقول يونج انه هيعمل فيها نفس اللي عمله في يون. لكن في الوقت ده بتكون مصدومة ومش قادرة تتكلم ولا تستوعب اللي حصل، لكن لما بتحس ان مامتها في خطر بتقوم من مكانها بسرعة وبتهجم على يون وبتضربه على دماغه بطوبة وبتفضل تضرب فيه لحد ما بيموت. وبعد شوية بتقرر يون انها تروح تسلم نفسها في قسم الشرطة وتقول لهم اللي حصل، وبتحكي للضابط كل اللي يونج عمله وانها كانت بتدافع عن نفسها. لكن الغريب ان الضابط بيكون مش مصدقها وبيقول لها ان ممكن يكون اتعرفوا على بعض واتفقوا على فلوس، ولما مرضيش يديها الفلوس عملت فيه كده. وكمان بيعرفها انه حتى لو كلامها صح فكانت المفروض تضربه بس مش تقتله، وبيعرفها ان رقم يونج على تليفونها وفي بينهم اتصالات كتير ورسايل. وطبعا ده بيكون بسبب ان يون بتتصل بيها علشان تطمن على مامتها. وبالرغم من كل الكلام ده والاتهام اللي الضابط قال لها عليه كانت يون ساكتة ومصدومة ومش بترد عليه. وبعد شوية بيجي المحامي وبيقول لها انها مش مقيدة في مدرسة وده هيخليها تتعامل معاملة
كانت ست بالغة مش بنت في مدرسة، وبيفكر إنه يطلب المساعدة من منظمة حقوق المرأة أو يحول الموضوع لقضية رأي عام ويطلع يتكلم في القنوات. لكن يون بترفض وبتقوله إنها مش عايزة الموضوع يتحول لفضيحة، وبترفض الفكرة تماما. وبعد شوية بتيجي مامتها تزورها في السجن وبتكون منهارة وعمالة تعيط، وبتقول لها إنها مستعدة تتسجن هنا مكانها. لكن طبعا يون بترفض وبتقول لها تخلي بالها على نفسها وتحاول تاخد الأدوية بتاعتها في ميعادها. وبعد شوية بيجي ميعاد المحاكمة بتاعت يون، والقاضي بيحكم عليها ب5 سنين، ومش بيراعي أي حاجة من الحاجات اللي قالتها يون، وإنها كانت بتدافع عن نفسها وعن شرفها. وكيونج بتكون قاعدة في الجلسة ومش بتفهم حاجة من كلام القاضي، وبتسأل واحدة من البنات صحاب يون عن الحكم اللي القاضي قاله، فبتكتب لها على الموبايل إنه حكم على يون ب5 سنين سجن. وساعتها بتنهار وبتفضل تعيط وبتجري بسرعة تاخد بنتها من الحراس قبل ما ينقلوها للسجن، وبتفضل تتحايل على القاضي ويترجاها إنه يسيبها تمشي. لكن طبعا كلامها كله بيكون مفيش فايدة منه. وبعد شوية بنشوف يون لما بتوصل السجن وبتدخل الزنزانة اللي هتقضي فيها ال5 سنين اللي جايين من حياتها. وهناك بيكون في واحدة اسمها ساو، وبتبقى أكتر واحدة عصبية وعايزة تكون الزعيمة على الزنزانة كلها. ومن أول ما بتشوف يون بتفضل تضرب فيها كنوع من أنواع الاستقبال، وده بيخلي يون تنهار أكتر من الأول. وبسبب إنها أصلا مصدومة بتكون مش عارفة حتى إنها تدافع عن نفسها، وبتتدخل واحدة اسمها ماي وبتقدر إنها تبعدها عنها. لكن اللي حصل ده بيأثر في يون جدا وبيخليها نايمة طول الوقت، وهي عمالة بتعيط ومش عارفة تقدر تعدي ال5 سنين كاملة بالشكل ده ازاي. وتاني يوم بتقابلها ساو أول ما بتصحى من النوم على طول، وهي إنها بتديها فوطة تمسح بيها الزنزانة كلها وبتنفضها لأنها مش نظيفة. ويوم بيكون مفيش قدامها حل تاني غير إنها تسمع الكلام. وبعد شوية بيكون في واحدة كبيرة في السجن اسمها تشان، وبتقول ليون إنها ملاحظة إنها على طول ساكتة وقاعدة لوحدها، وبتحاول إنها تخليها تتكلم وتفك عن نفسها لأنها ممكن يحصل لها حاجة من الزعل. وبتسأل يون لو كانت تحب تشتغل في ورش الصيانة أو ورش النجارة معاهم علشان تجيب فلوس. وطبعا يون بتوافق وبتختار إنها تروح تشتغل في ورش الصيانة حتى لو كانت هتكون مرهقة عليها، لكن مش بيفرق معاها، والمهم عندها إنها تبعت فلوس برا لمامتها علشان مصاريف علاجها. وبتروح للضابطة المسؤولة وبتعرف إن الرقم التسلسلي بتاعها هيكون 2037، وده الرقم اللي هيمثل لها كل حاجة في السجن ولازم تحفظه كويس. وبعد شوية بتوصل على الورشة، وهناك بيكون كل البنات اللي شغالين رافضين إنهم يساعدوها ومحدش عايز يقدم لها أي معلومة أو حتى يجاوبوا على الأسئلة بتاعتها. عشان كده بتقرر إنها تشتغل في العتالة والشيل، ولما بتخلص بيكون كل اللي فارق معاها تقبض إمتى علشان تبعت الفلوس لمامتها. وبعدها بترجع على زنزانة تاني وبتتكلم مع تشان وبتعرفها إنها كانت زمان بتعمل حاجات مش كويسة كتير، لكن لما ابنها مات كل حاجة باظت في حياتها وما بقاش في عندها حاجة تعيش علشانها. وبتقول لها إن اللي موت ابنها كان سواق شارب ومش في وعي وعمل حادثة وقتله، وبالرغم إن السواق ده راح سلم نفسه واعترف إنه قتل ابنها، إلا إنها ما كانتش قادرة تستحمل وعايزة تنتقم، علشان كده قررت تولع في بيت السواق ده. لكن ما كانتش تعرف إن أسرته كلها المكونة من 5 أفراد كانوا نايمين جوه وكلهم ماتوا. وبتقول ليون إن من وقتها وهي حاسة بالذنب ومش عارفة تعيش بالشكل طبيعي. ولما بتحكي لها يون عن اللي حصل معها وإنها مظلومة وكانت بتدافع عن مامتها وعن نفسها، وبتقول لها تشان تبعت جواب لمامتها تطمنها عليها وتخليها ما تقلقش علشان تعرف تعيش بره من غيرها. وفعلا بتعمل كده وبتبعت يون جواب لمامتها، وبتكون مبسوطة جدا وهي بتكتبه. ولما بتصحى تاني يوم بتحس إنها فرحانة إنها حكت لمامتها كل حاجة، وخصوصا إنها كذبت عليها وقالت لها إن الناس كلها في السجن بيحبوها وإنهم بيعاملوها معاملة كويسة جدا. وبتكون فرحانة لدرجة إنها بتفضل تنظف في الزنزانة وكل اللي موجودين بيكونوا مستغربين. وبعد شوية بتيجي مامتها علشان تزورها وبتكون جايبة لها كل الأكل اللي بتحبه، وبتفضل تحاول تتماسك وتحاول تنطق كلام قدام المراية علشان تثبت ليون إنها كويسة وتطمنها عليها. ولما بتروح تقابلها بتفضل تعيط ومش بتقدر تمسك نفسها، ويون هي كمان بتعمل نفسها إنها متماسكة ومفيش حاجة مقصرة فيها لحد ما بتسمع مامتها بتتكلم، وده بيخليها تنهار لأنها كانت بتحلم تعلم مامتها الكلام من زمان قوي. ومامتها بتفضل تقول لها إنها بتشكرها على كل اللي عملته معاها وإنها قدرت تعلمها إزاي تتكلم، وبتعرفها إنها مش محتاجة حاجة غير إنها تخرج من هنا ويعيشوا مع بعض تاني. وبتعدي فترة من وقتها وبنشوف إن يون تعبانة في يوم ومش قادرة تقوم من النوم، وده بيخلي كل المساجين اللي معاها يقلقوا عليها، وعشان كده بيروحوا يبلغوا الطبيب علشان يشوفها. ولما بيكشفوا عليها بيعرفوا إنها حامل، وساعتها بتتصدم يون وبتفضل تجري وتعيط وبتروح لحد باب السجن وبتفضل تنادي على مامتها علشان تهرب، وبتدخل في حالة انهيار عصبي من وقتها، وده بيخليهم يحبسوها في السجن الانفرادي لحد ما بيعرفوا يسيطروا عليها. وساعتها المساجين اللي معاها بيتقسموا لفريقين، منهم اللي بيكون شايف ان الطفل ده جاي بطريقة غير شرعية ولازم تخلص منه، ومنهم اللي بيكون شايف انها تحتفظ بيه وتربيه هي.
شوية، لكن يون في الوقت ده بتكون مش مصدقة نفسها ومصدومة من اللي بيحصل، وعشان كده بترفض كل الزيارات. حتى مامتها لما بتيجي مش بترضى تقابلها، والحارس بيقول لها ان يون رافضة الزيارات كلها ومش عايزة تقابل حد، وده بيخلي مامتها تقلق عليها وتفتكر ان بنتها حصل لها حاجة. لكن يون بتبعت لها جواب وبتحاول انها تهديها، وبتقول لها انها مش قادرة تقابل حد الفترة دي، وبتطمنها انها كويسة لكن هي في حالة نفسية سيئة، وبتطلب منها ما تجيش تزورها مرة تانية لحد ما تعدي سنة على الأقل من دلوقتي. وطبعا بتكون عايزة تدي نفسها فرصة علشان تشوفها تعمل ايه، وإذا كانت هتحتفظ بالطفل ده ولا لا. وكمان في يوم بتكون يون قاعدة وبتتفاجئ بمجموعة من المساجين بيجوا يضايقوها وبيتريقوا عليها، وهي بتكون مش عارفة تتكلم ولا تدافع عن نفسها. وقبل ما يضربوها بتوصل تشان وبتضرب الزعيمة بتاعتهم وبتحذرها انها تقرب من حد من اللي معاها في الزنزانة تاني، لانه دول كلهم في حمايتها. ويون بتكون مصدومة ومش عارفة تعمل ايه ولا قادرة تتكلم. ولما بترجع الزنزانة بتاعتها تاني بتتفاجئ ان ساو بتتخانق معاها، وبتقول لها انها مش هتسمح لها تشيل في بطنها ابن واحد معتدي، وبتفضل تضرب فيها علشان تخليها تفقد الجنين. ويوم بتكون مش عارفة تدافع عن نفسها، وبتفضل كده لحد ما المساجين التانيين بيدافعوا عنها، وبعد شوية بيتحبسوا هما الاتنين في السجن الانفرادي. ولما بتخرج بتروح يون علشان تشوف شغلها، لكن الضابطة المسؤولة بترفض انها تخليها تتبهدل وتشتغل في ورشة الصيانة تاني، وبتراعي حالتها الصحية وبتخليها تشتغل في ترتيب الكراتين في المخزن، وبتديها برضه نفس الراتب اللي كانت بتاخده في ورشة الصيانة. وطبعا بتكون بدأ يعدي وقت من الحمل، وبدأ التعب والإرهاق يبان على يون أكتر، لحد ما في يوم بتتعب أكتر وبياخدوها على المستشفى. وهناك بتعرف إنها وصلت للشهر السادس، وبقى صعب عليها إنها تتخلص من الجنين بسهولة. والدكتور بيقول لها إن الجنين حجمه أقل من الحجم الطبيعي، وده لأنه حاسس إن الأم رافضاه، وكمان مش بيوصله الأكل والشرب اللي جسمه محتاجه. وبعد شوية بنشوف ساو لما بيجي لها ظابطة وبتعرفها إن في عندها زيارة، وساو بتكون مستغربة لأن دي أول مرة من يوم ما اتسجنت يجي لها زيارة. ولما بتروح بتعرف إن الظابطة كانت بتضحك عليها، وإن ما جالهاش زيارة ولا حاجة، بس قالت لها كده علشان تقنعها تيجي معاها. والحقيقة إن الظابطة بتبلغ ساو إن باباها مات، وإنها لازم تفتح حساب في البنك علشان تاخد الميراث بتاعه. لكن ساو بتقول لها إنها مش معترفة بوجود باباها أصلا، لأنه ما جزرها في السجن ولا مرة قبل كده، ولا حتى بيسأل عليها، وده اللي كان مخليها متعصبة طول الوقت. لكن الظابطة بتقول لها إن اللي هم فيه دلوقتي ده أمر طبيعي وواقع، ويا إما تاخد الفلوس يا إما ترفضها. عشان كده بيكون ما فيش قدامها غير إنها توافق. وبتسألها دفنوا الجثة فين، فبتقول لها الظابطة إنهم حرقوا الجثة لأنهم ما كانوش عارفين يوصلوا لحد من أهله. وساعتها بتخرج ساو بالرغم من إنها كانت بتكرهه إلا إنها بتفضل تعيط، وبتكون زعلانة جدا على باباها. ويوم بتاخد بالها وبتروح تتكلم معاها، وبتفضل واقفة جنبها علشان ما تزعلش. وبتعدي فترة وبنشوف الجلسة التانية اللي هتعمل فيها إعادة حكم اليون. ويوم بتفضل تقول للقاضي إنها عارفة إنه مش هيصدقها، لكنها دلوقتي بقى عندها أمر واقع وهتفضل عايشة به العمر كله، وهي إنها حامل من الشخص اللي هم بيدعوا إنه ما كانش بيعتدي عليها وإنها قتلته ظلم. وبتقول له إنها مش عايزة حاجة من الدنيا كلها غير إنها تخرج من هنا وتعيش مع مامتها مرة تانية. وساعتها القاضي بيخفف الحكم على يون وبيخليه سنة واحدة بس، وهي كده كده قضت مدة طويلة في السنة دي، وبكده بتكون قربت تخلص. ومن وقتها كل المساجين بيبدأوا ياخدوا بالهم من يون، ويسرقوا هدوم من المساجين التانية علشان يعملوا هدوم للبيبي، وكمان بيقعدوا يختاروا لها اسم علشان يسموه بيه. وحتى ساو بتشارك معاهم وبتعمل لعبة علشان البيبي لما يتولد يبقى يلعب بيها، وبيفضلوا كلهم يخلوا بالهم منها ويحافظوا عليها لحد ما بيجي اليوم اللي بتتعب فيه يون وبتحس انها خلاص بتولد. وده بيخليها تحط الجوابات اللي كانت كاتباها في مكان علشان يشوفوه، وبتقع على الأرض وبيغمى عليها من التعب. وبعد شوية بيجي زمايلها وبياخدوا بالهم من يون على الأرض، وبيفضلوا ينادوا على الحرس بسرعة علشان يلحقوها، لحد ما بيجي الحرس وبياخدوا يون بسرعة وبيروح على المستشفى. وهناك بتكون حالتها خطيرة جدا ومش قادرة تتنفس، لكن الدكاترة بتحاول بكل الطرق إنهم ينقذوها. وفي الوقت ده بنشوف في الزنزانة الجوابات اللي كانت يون كاتباها، وبتكون كاتبة لكل واحدة من الستات اللي كانوا معاها رسالة علشان خايفة إنها ما ترجعش تاني وتموت وهي بتولد. وبتقول لتشان إنها بتشكرها علشان طول الوقت كانت بتحميها، وواحدة تانية بتكتب لها إنها بتشكرها علشان كانت على طول جنبها. وساو بتقول لها إنها بتتمنى لما تخرج من هنا من السجن تربي شعرها تاني وتعيش سنها وحياتها. وبتعرفها إن أكيد باباها عمل كده علشان عنده أسبابه، وإن أكيد في الأول وفي الآخر كان عايز يحميها، وهي لازم تعرف كده وما تزعلش منه. وبتطلب منها تسامحه وتحب نفسها. والناحية التانية بنشوف يون لما بتفوق من العمليات، وبنعرف إنها خلفت طفلة وسمتها بوني. ومامتها لما بتعرف باللي حصل بتجري على المستشفى بسرعة، وبتكون مش مصدقة نفسها إنها شايفة بنتها قدامها وإنها كويسة وقامت من العملية.
العملية. وبتعدي فترة طويلة من وقتها، وبنشوف في نهاية الفيلم إن يون خرجت من السجن وبقت عايشة حياتها بشكل طبيعي، وكمان اتجوزت شخص بتحبه وبقى بيربي بنتها بوني زي ما يكون باباها بالظبط، واشتغلت موظفة حكومية زي ما كانت بتحلم طول عمرها، وكل ده مامتها لسه جنبها وفخورة بكل اللي هي عملته ووصلت ليه. وبيخلص فيلمنا على كده، استنونا في أفلام تانية جديدة، وسلام.